شو قصة أول إعلان سويته بحياتي؟ مين هذا الشخص اللي إجا حتى يعلن عندي وأنا لسه ما تخطيت 1000 مشترك؟ كل هذا وأكثر رح نعرفه بحلقة اليوم. حس حالي ناشونال جيوغرافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو اخباركم اصدقائي؟ ورجعت لكم بمقطع جديد. من فترة نزلت فيديو عن الفيديوهات القصيرة وحكيت فيه عن احسن محل المجوهرات في العالم، واللي هو محل بدران لتجارة الذهب والالماس وكمان فضة واكسسوار. يا شباب ختموا المصلحة، عندهم كل شيء حرفيا. في البداية تبيع خواتم واساور لعند طباعة الاسماء بالليزر. متخيلين عندهم ماكينة ليزر بتدخلوا عنده، بدي اطبع هذا الاسم على هاي القطعة، وحتى فينك تشتري قطعة من عنده بيختار لك الخط اللي انت بدك اياه وبيطبع لك اياه بالليزر على هاي الماكينه. المهم كانوا هن اللي راعين الفيديو الماضي وكمان هن اللي راعين هذا الفيديو. حبيت اني اورجيكم شيء من التحف الاسطوريه اللي عندهم يعني، والاشياء اللي كثير مميزه وحلوه اللي بيبيعوها هي هاي الاسواره. شوفوا طبعا انا صراحه شباب من عوايدي اني ما بلبس اساور، ولكن لما فت لعنده على المحل شفت انه عليها علم فلسطين فاشتريتها اكيد لانها عجبتني جدا. ولا تنسوا في لكم كود خصم 50%، هون راح تلاقوا احكي له بس من طرف هنودي ليجند، بس بيحكي لك عندك خصم 50%. المهم قبل ما ابدا المقطع لا تنسى تدعمني باللايك والاشتراك بالقناه، ما بقى شيء على 1000 مشترك، ولا خلوني احكي لكم بالتفصيل شو القصه. يا شباب حابب احكي لكم انه مالك المحل هذا مش مجرد شخص اجى لعندي وحكى انه بده يسوي اعلان، لانه ما في انسان الصراحه بيجي عند واحد لسه ما طلع فوق ال1000 مشترك وبيحكي له بده يسوي اعلان. شباب هذا الانسان صديقي من فتره طويله، اسمه حسن. هاي صورته اللي حابب يتعرف عليه، بتلاقوها هون محطوطه بشي مكان، المهم انه رح تلاقوها محطوطه. هذا الانسان يا شباب كثير بحبني وكثير انا بعزه يعني كصديق الي. مره كمان كنت عنده بالمحل حكى لي انه قوم. وين قوم يا معلم؟ طول بالك. حكى لي قوم طلع تليفونك وصور. يا معلم طول بالك شو بدي اصور؟ حكى لي قوم صور لي اعلان للمحل. قلت له انه يعني انا المشاهدات عندي على الفيديوهات الطويله يا دوب انه تطلع فوق ال 200 مشاهده تقريبا. حكى لي انه انشروا على الفيديوهات القصيره، وانا الفيديوهات القصيره عندي والحمد لله بتطلع فوق ال1000 مشاهده يعني انه برياحه. فحكيت لنفسي خلاص بنشره على الشورت. صورت الاعلان ونشرته وحطيت حسابه بالانستغرام. طبعا هي حساب ثاني الانستغرام له بدران 2020 يعني بدران 2020، هذاك حساب ثاني كمان لهم يعني نفس المحل. المهم انك توصل للمحل، ولكن الحساب صاحبي هو بدران 2020. المهم ونشرت الفيديو، لكن للاسف غريب الفيديو يعني ما طلع فوق ال 100 مشاهده. شو القصه يعني؟ انه شو السبب؟ اوكي يا شباب، هذا الفيديو طلع فوق ال 700 مشاهده، ولكن وقت تصوير هذا الفيديو اللي انتم اللي عم تشوفوه كان الفيديو لسه ما طلع فوق حتى ال 100 مشاهده، ولكن القصه كلها فرق توقيت فقط لا غير، يعني ما في شيء خربط، ما في شيء. بعد ما صورت الاعلان ونشرته صار انه اصحابي وهيك انه اوف مين اللي معلن عندك مين هذا ومدري شو. انا هون بلشت انه احكي انه لازم يعني نحلبها، حاسس انه الفكره بدها حلب، لازم نطالع نحللها كلياتها، يعني لازم ضروري. نزلت لكم على المنتدى استطلاع راي، حابين اني احكي لكم شو قصه الاعلان، يعني اول اعلان الي ولا ما حابين؟ ولكن الصدمه اجتني انه 100% بدهم شو يعني شو قصه الاعلان، شو كيف صار. الو انا يعني ايرور. هو حرفيا راح يكون راعي لفيديو 1000 مشترك، وحتى راح يكون على الاغلب انه ممكن يكون راعي لكل فيديوهاتي من هون لحتى ما بعرف متى. المهم انه هاي القصه اغلبيه انه مش ماديه، الاغلبيه انه معنويه. صديقي وحبيت ادعمه، وكمان هو حب انه يدعمني على حسابه على الانستغرام. ما بعرف لو نزل الفيديو تبعي على حسابه وحكى لهم اشتركوا بالقناه، ولكن هذا الانسان حرفيا خرافي وشغله يا شباب معلم بالمصلحه جدا. فلو حابب اي شيء من الخدمات اللي حكيت لك عنها راح اترك لك موقعه وحسابه الانستغرام وكمان رقمه للتواصل معه تحت في الديسكربشن. هي حكيت لكم القصه، بتمنى ان تكون القصه مختصره وحلوه وتسليتوا فيها. اتمنى لو وصلت لهي الدقيقه من المقطع تحطوا لي هذا الايموجي تحت بالتعليقات مشان اعرف كم شخص وصل لهي الدقيقه من المقطع. اشكرك كثير انك استمريت معي، وبس مع السلامه. Rolling, I like it like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid.